التشهد في رواية أبي هريرة وعبادة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بإصبعه في التشهد، كان يشير. أنا نسألك الآن، أنت كي تشير على واحد واش دير؟ دير هكذا هاولي، ما ديرلوش هكذا، كش مرشت واحد هكذا، الإشارة بالأصبع. فقال كان يشير، تسمى عند العرب السبابة، بسبابته، هكذا كان تشهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ورد في رواية ابن مسعود كان يضم أصابعه كامل هكذا، يطمهم كاع، يخلي غير هادية ويشير، هكذا التشهد. وردت في رواية كان يحركها قليلا، شوية ماشي هكذا، صبعه يغير، الصبع يغير هكذا، كان يشير بها ويحركها قليلا. في رواية كان يشير فقط، ويجمع كل أصابعه، شغل دبزة هكذا، ومن بعد تفتح هذا، هو التشهد. وهناك صفة ثانية ثابتة كذلك، كان يدير حلقة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يجمع هذا الزوج ويحلق بين الوسطى والإبهام ويخلي هذا هكذا هو التشهد. ثم يأتي بصيغ تشهد. احنا هكذا شغل نوالا، لا أخي الكريم، والله تشوف العجب بعد هكذا، بعد هكذا، تشوف هذا، ولا كان اللي يحيدون بعد يطلع غير هذه هكذا. هذا كي تشوف تعرف، عاش قلت لك كاين كي تكون انت تعرف الصلاة، بمجرد تدخل تشوف واحد يصلي تعرف لا يعرف يصلي ما يعرفش يصلي، بصح كي تكون انت تعرف الصلاة الصحيحة. وهذا أمر مهم جدا يا إخوان، تساهل فيه كثير من الناس عليه، لأنه تتعلق به صحة الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي.